الحقيقة بعيد عن أخبار السوشيال ميديا والأخبار الكاذبة اللي دائما ما تثير ضجة في الشارع. قضية دخول الأمريكان إلى العراق هي عبارة عن تبديل. الفرقة الجبلية العاشرة اللي متواجدة على حدود سوريا بدلت مع فرقة أخرى لواء طبعا من خلال الكويت، فاستغنوا عن النقل الجوي، فكان نقلهم بري عن طريق من الكويت الى الانبار الى الرمادي. طبعا هذا نفس الحكي اللي سولف به الدكتور خالد العبيد. بعض الناس المغرضين وبعض النفوس انه تصنف هذه الامور عباره عن احتلال، بالعكس العراق دوله ذات سياده ودوله لها قيمه يعني، فما ممكن انه تدخل قوات اجنبيه غريبه بدون التنسيق مع الدوله العراقيه، فهذه هي الحقيقه وكل الحقيقه. هاي الاخبار تاثر على الناس سلبيا ايجابيا؟ فعلا هذه الاخبار تؤثر على الناس، ولكن نرى الكثير من المؤثرين يعني